السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عاملين ايه؟ رمضان كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاة افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى هعمل لكم ايه؟ هعمل لكم قطايف. قطايف هنعملها في البيت، مش هنشتريها، انضف واحسن. معايا كوباية مية دافية اول حاجة، ومعايا عليها ايه؟ كوبايه دقيق. نفس الكوبايه دي هي دي، يعني انا خدت الاول الدقيق ونخلته هنا، وجبت كوبايه وحطيت ميه دافيه طبعا ايه من البراد، يعني دفتها في البراد. معايا طبعا الفوطه دي عشان اطلع عليها القطايف. هنا معايا ايه؟ معلقه صغيره لبن بودر، وهنا معايا معلقه سكر صغيره، وهنا نص معلقه خميره فوريه، وهنا ربع معلقه ملح. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب الخلاط كده، نحط فيه الميه وهنحط في الدقيق كله بقى في الخلاط. عارفين الكيكه اللي انا بعملها على طول دي في الخلاط، هي زيها. واللبن بودر والملح والسكر والخميره الفوريه، كلهم برضو ايه في الخلاط، كله على بعض. بس كده هنضرب كله في الخلاط وارجع لكم تاني. كده خلاص يا حبايبي، ضربت القطايف في الخلاط، الدقيق والخميره والسكر. معايا بقى شفشق زي دوت كده، ليه بسبوس، ليه بوز يعني كده. هصفي فيه العجينة. بصوا عاملة زي بتاعة الكريب اهي، خفيفة وجميلة. ممكن تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين، يعني كل كوباية دقيق على كوباية مية. هجيب سبوتشي كده. خلاص يا حبايبي، صفيت بتاع دوت القطايف. بصوا لازم نصفيها عشان تضمني ان هي ما فيهاش اي تكتلات، هي ما فيهاش حاجه، بس ايه برضو لو فيها حاجه بسيطه قوي برضو هتنزل في المصفى. هسيبها بقى ايه 15 دقيقة. هسيبها هقفل عليها كده واسيبها 15 دقيقة ونرجع نعملها مع بعض. لازم تسيبها 15 دقيقة تخمر. بصوا يا طلع صاج، منصحكمش تعملوا على الصاج. لما تحبوا اعملوا بقى اعملوا في القلاية. طبعا هحط القلاية كده، هي كده كده ما بتلزقش. انا دهنت التاني زيت علشان خفت لا يلزق. دي مش هنا حاجة، دي كفاية. هسيبها بقى تسخن خالص. هي كده سخنت تقريبا، كده سخنت. اوطي عليها النار كده، خلي النار ايه متوسطة يعني. بصوا بقى القلاية بقى طالعة مدورة بقى وجميلة. بصوا بقى في القلاية طالعة مدورة وجميلة ازاي. بصوا الفقاعات اللي طالعة منها بقى، اوريها لكم بقى طبعا لما تخرج يعني. لما اطلعها مش هلمسها طبعا الا لما ايه الفقاعات دي كلها تروح منها. انا قلت بقى ايه اللي ما عندوش قلاية بقى، هي مش هيعمل قطايف يعني لا تعالي نجرب في الصاج. اللي عايزة معوجة كده مش مشكلة والله، ممكن تتحط برضو فيها وتتقفل كده، وهي حلوة وطرية يعني. بس هي بتبقى مدورة بصراحة، ما بتبقاش معوجة كده. طلعت جميلة جميلة كده في الطاسة، بتبقى جميلة بصراحة. بصوا بقى مدورة ازاي، وبصوا الفقاعات طالعة منها ازاي اهي. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ كده بقى هي القطايف. هنعملهم بقى ايه كلهم بالشكل ده. نحط كده بالراحة على حسب بقى المقاس اللي انت عايزاه، يعني على حسب الحجم اللي انت عايزاه. هتكوني طبعا حاطه فوطه كده على صينيه وتحطي فيها ايه عشان ما تنشفش. وطبعا هتحشيها بقى زي ما انت عايزه تحشيها لحمه احشيها، عايزه تحشيها مكسرات احشيها، عايزه تحشيها كريمه احشيها زي ما انت عايزه.
بس كده بيضة والله. انا جبتها وممكن اوريها لكم دلوقتي، عارف في التلاجة ما حشيتهاش ونشفت وجلدت طبعا، ايه سمرة خالص ما عجبتنيش والله ما عملتها، والله لو اوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي دي، بصوا والله العظيم انا جبتها استغفر الله العظيم يا ربي، والله العظيم ما رضيت احشيها والله. ليه؟ العجينه حسيت ان هي سودة. بصوا بقى دي من دي، بصوا الفرق بقى بين البيت والشارع، شايفين؟ دي بتاعت الشارع هرميها طبعا، نص كيلو والله العظيم وهرميه. بصوا الجمال بقى اللي انا عاملاه لسه اهو، عشان تعرفوا ان حاجه البيت دي انضف وانضف وانضف. بصوا مدوره بقى، واحده كبيره وواحده صغيره، مش مشكله، بس طلع انضف بقى، تاكل حاجه بنفس. جميله ولا ما جميلاش؟ جميل. هعملهم بقى يا حبايبي كده. يا حبايبي عملنا ايه؟ اخر واحده اهي كده خلاص. هوريلكم بقى اللي هي ايه اللي انا عملته كله. بصوا بقى كوبايه الدقيق، كوبايه واحده عملت قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين طريه وجميله ازاي؟ بصوا احلى من اللي احنا بنشتريها والله. بص جميله وطريه ازاي، وخفيفه مش تقيله اهي. اعملوا بقى لايك واشتراك في القناه يا حبايبي، علشان اعمل لكم حاجات تانية كتير ان شاء الله. كده خلاص حبايبي، اخر واحده خلاص اهي. لازم بس ايه تحطيها في فوطه، لازم الفوطه لازم، يعني لازم عشان تبقى طريه. مش هتحطيها في فوطه هتنشف منك. وبعد كده ما تحطيش خميره كتير، هي على كوبايه الدقيق نص معلقه صغيره خميره، يعني مش تقولي عشان مش هتخمر، لا هتخمر، هي مش بتخمر اصلا، كانت مش عايزينها تخمر. ولازم تطلع الفقاعات اللي انتوا شايفينها ديت علشان تبقى ايه ناجحه يعني معاكي. لما تطلع الفقاعات الصغننه ديت تعرفي ان هي استوت من جوه ومن بره. بصوا بقى ما شاء الله ما شاء الله كتير اهو. مش هنشتريها من بره تاني ابدا. اعمليها في البيت انضف واوفر واحلى واكتر، والعجينه نضيفه كده وجميله وبيضه وحلوه. انا طبعا مش عامله الحجم كله طبعا قد بعض، واحده صغيره واحده كبيره، بس هي حلوه كده. هو اكترتها يعني كبيره يعني. شايفين اهي مستويه من ورا ومن قدام. دلوقتي بقى يا حبايبي اقول لكم ايه، لو عايزين نحشيها معاكم هنحشيها معاكم. انا هحشيها يعني كريمه ومكسرات. فدلوقتي انتوا بقى تعرفوا تحشوها بقى. دلوقتي بقى الفيديو خلص، وعايزه اقول لكم بقى ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ما شاء الله طالعه زي الفل. عايزاكم تعملوا بقى اشتراك للقناه ولايك وشير علشان القناه تكبر. ودلوقتي اقول لكم اشوفكم على خير، وتعالوا اتفضلوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايبي.